هذه سنة وحنا كنحتجوا حتى شي حوار ما ندار من داخل هذه الولاية. كنتسالوا لما لا، لما هذا التهميش وهذا الإقصاء. كذلك أود أن أطرح تساؤل على هذه الحكومة. ما موقفكم من أعالي البحار اللي كيستافدوا منها الجنرالات؟ ما الموقف ديالكم من الثروات تاع الفوسفات اللي كتلهب؟ ما الموقف ديالكم من الثروات المعدنية اللي راكم عارفين شكون اللي كياخذها في هذه البلاد؟ حنا ما كناخذوا حتى شي حاجة، ما كنسرقوا حتى شي حاجة. حنا كنطالبوا بالعدل وبالكرامة وبالحرية. حنا كنطالبوا بالعيش الكريم. حنا كنطالبوا بالحق في الشغل، وهذه كلها كيحفظها لنا الدستور. لذلك نقول من داخل هذه المدينة اللي هي مدينة حدودية اللي كتشوفوا، كنظن راه عندكم الخبر بأن الناس تاع وجدة الاقتصاد ديالهم ما عايشينش شي اقتصاد تاع الفوسفات ولا تاع الفلاحة، ولا عايشين من ليسونس تاع الجزائر. الناس نتاع وجدة معيشاهم الحدادة. ها هي بلة الحدادة، ها هو الإجرام بدا يكثر في وجدة. ما هو الموقف ديالكم؟ ما هي الحلول؟ هذه كلها تساؤلات من داخل وجدة. حنا لا جينا اليوم جينا نعبروا على الغضب ديالنا، لأنك انت قلتيها الصلاحيات ديالي محدودة. كذلك نتساءل إذا كنا كلنا مغاربة من طنجة حتى القويرة، لما لا؟ لما عفوا الصحراوة كيوظفوهم بالإدماج وحنا كيقصيونا؟ إلا كان شي واحد كيخاف يقولها في الجمعية غادي تقولها. وحنا معارضين السياسة اللا وطنية لا ديمقراطية لا شعبية اللي كتمارس في هذه البلاد. وتحية نضالية وشكرا.